السلام عليكم الخوت. القصة ديال اليوم على واحد الشخصية اللي دوزت سنين طويلة في المعتقلات ديال بوليزاريو. المهم بلا ما نطولو عليكم، اللي عجبتو القصة ما ينساش يخلي واحد جيم وكومونتير باش نزيدو القدام. مشينا. الحاج سعيد كان فلاح بسيط كيسكن في واحد الدوار صغير في جنوب المغرب. من صغرو هو كيعرف الخدمة في الأرض، كيسقي الماء، كيحرث الأرض ويتهلا في الغنم. كان سيد طيب وكاع الناس ديال الدوار كيعرفوه بالطيبوبة ديالو والقلب الكبير. حياته كانت عادية، عايش مع مراته وولادو، كيخدم النهار باش يوفر لهم لقمة العيش. ولكن في واحد النهار في صيف 1978 كلشي غيتبدل. داك النهار الحاج سعيد مشى لواحد السوق